بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أهلا وسهلا بالمتتبعات الحلوات. بالنسبة لوصفات اليوم ساهلين وخفاف. عندنا شوربة الكرافس مع الميني تاكوس بالدجاج. بالنسبة للشوربة نحتاج حبة بطاطا كبيرة، حبة بصلة كبيرة، 3 زرودية ونص فلفلة حلو ماشي حار، وعندنا الكرافس أهم حاجة. في قدرة نروحو نجيبو مغرفة تاع سمن ولا زيت ولا مارغرين اللي عندكم في الدار، ونحاولوا نذوبوها باش نقليو الدجاج. عندنا الدجاج ما نحتاجوش بزاف، نحتاجو طرف صغيره تاع الدجاج. هذه الزغبه هذه يدير واحد الكو ما شاء الله. بعد ما نقليوه مليح 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 مليح، نروحو نجيبو البصله تاعنا والزروديه ونقليوهم مع هذاك الطرف تاع الدجاج. بعد ما نشوفوهم تقلاو اكيد نضيفوا لهم نص فلفله حلو اللي قصيناها، ونضيفوا لهم حبه بطاطا مقصوصه ايضا. قصوهم كيما تحبوا، زعما قاعد من بعد راح نرحيوهم كيما تحبوا، تقدروا حتى تحطوهم كيما راهم. بالنسبه للتوابل ابيض في ابيض، راس الحانوت عندنا ملعقه صغيره وملعقه صغيره فلفل الكحل، ونخلطوهم كامل مع بعضهم. وما نسويش مغرفه تاع الملح، ونقليوهم كامل حتى يذوب هذيك الخضره. بالنسبه للماء عندنا كاس تاع الماء سخون واحد، نزيدو الثاني كيما رانا نشوفوا. هذه الكميه تاع الشوربه تخرج لنا 3 أشخاص. اللي حب يضاعف الكميه يضاعف المكونات اكيد. ونجيبوا اهم حاجه، المكون الرئيسي هو الكرفس، يعطيها واحد الجو ما شاء الله. حطوها تطيب على نار لمدة 15 دقيقة. بعد ما تطيب جيبوا كريم فريش مغرفة كبيرة، اللي ما عندوش يدير فوق مغرفة تاع فرماج ولا حبة تاع فرماج تكفي، ماناش محتاجين بزاف زعما. درك في هذه المرحلة نروحوا نجيبوا الميكسر ونرحيو هذه المكونات كامل باش نتحصلوا على شوربة تكون رطبة كيما هكا. نزينوها كيما نحبوا كما راكم تشوفوا في هذا الشكل. تصلح لواحد مريض، لواحد مزروب، لواحد ما عنده حتى حاجة في الدار. بالنسبة للوصفة الثانية عندنا الميني تاكوس بالدجاج، هادو أسهل منهم مكان. واش عندنا شوية صدر تاع الدجاج قصيتهم مربعات ونضيفوا له التوابل. عندنا راس الحانوت، عندنا شوية فلفل الكحل والفلفل الأحمر هذاك مع شوية ثوم، ونخليهم خلطوهم كامل مع بعضهم كيما راكم تشوفوا مع عصرة تاع قارص، وخليهم يشربوا هذيك التوابل كامل كامل كامل. الحاجه المليحه فيهم هادو انه ما كانش حاجه نعجنها، انه العجينه تاعهم نجيبها من برا. نجيبوا مقله ونحاولوا نقليو هذيك البصله مليح باش نضيفوا عليها الدجاج. خصها تذبال خلاص. كما رانا نشوفوا الدجاج نقليوه حتى يحمر، ثم نضيفوا له شويه فلفل حلو. هي هذيك حبه فلفل قسمتها على نص درتها في السوبه ونص لوحتها هنايا في الدجاج. من بعد نضيفوا شويه ملح، وهكا نكونوا تحصلنا على. وما نساوش نزيدوا له بعد ما يتقلاو مليح نزيدوا شويه كريم فريش اللي ما عندوش يدير فرماج، واللي يتحسس من الحوايج هذو باين مش حيدير حتى وحده فيهم. ثم بعد ما تحصلنا على الحشوه نجيبوا لي ميني تاكوس تاعنا العجينه تاعهم. انا واش ندير لها هذيك العجينه، نروح نحمرها شويه في المقله كيما رانا نشوفوا في الفيديو. من بعد نحط لهم فرماج ونحاول نحط الحشوه تاعي ونقلبهم. هذا ما كان نعسها طيب من جهه ونعاود نزيد نقلبها من جهه واحده اخرى. اللي يحبهم يلصقوا مليح يكثر الفرماج ماشي فرماج هذاك فرماج رابي شيدار ممكن اسمه. وهذه هي. ومن بعد نخليهم يحمروا مليح من الجهتين، من الجهه اليمنى واليسرى.
ونتحصلوا على هذا الشكل. الحاجة المليحة فيهم أنهم حتى ونجي من برا، مثلا حتى المرأة العاملة تجيب معها شوية دجاج وشوية ميني تاكوس العجينة تاعهم، وتروح تقدر تديرهم، ما يديوش الوقت بزاف. وهكا نكونوا تحصلنا على هذا الشكل. وما تنسونيش بلايك وشير وكومنت، واهلا وسهلا بالمتتبعات الجديدات.